السلام عليكم ورحمة الله. النهارده هنكلمكم عن حاجة مهمة أوي، سؤال اتكرر واتبعت لي أكتر من مرة، وناس كتير كلمتني عليه وحبايبي والناس اللي هي عارفة إن أنا يعني بفهم في موضوع تربية الحمام. تقول لك إيه؟ أنا بربي الحمام ولكن بخسر فيه، أنا بربي الحمام ولكن بخسر فيه. بص كده يا معلمي، اسمع مني البقين دول كده بالراحة، بس معلش لو الفيديو هيبقى طويل معاك شوية، بس ايه بالراحة خطوة خطوة كده. مشروع الحمام أولا هو هواية، وهواية قبل الربح، بس لما انت بتبقى عندك خبرة فيه وبتفهم تربيته كده ربنا بيكرمك فيه وبتكسب منه ان شاء الله. طيب اكسب منه ازاي؟ بالراحة كده. سؤال واحد، اكسب من حوار الحمام ازاي؟ طب تعالى معايا كده بالراحة. الحمام انواع يا جماعة، ما تربيليش نوع يكون رخيص وعايز تكسب منه. يعني مثلا وليكن معايا بالراحة كده، انا جايب لك الحمام بالتفاصيل بالشرح بكله اهو. بسم الله. الفرد الحمام اللي معايا ده فرد حمام فلاحي عادي، فرد حمام فلاحي عادي من اللي هو البلدي بتاعنا العادي اللي بنربوه اهو. فرد الحمام ده يا جماعه عشان تطلع منه جوز، يعني يبدا ياكل معاك ويبدا يطلع بيض وبعد كده ياكل الزغاليل، وهو بياكل والزغاليل بتاكل لحد ما يطلع لك جوز، وليكن بعد 45 يوم الجوز الحمام هيكلفك حوالي 120 130 جنيه. ده لو الحمام طلع 100 100، مفيش ايه بيضه طلعت فاضيه، ما كسرش البيض، ما طلعش الزغاليل ماتت. انا بكلمك على الموضوع لو طلع الموضوع ستاندر يعني. الموضوع 100 100 وطلع جوز الحمام، هيطلع لك جوز الزغاليل بعد 45 يوم او بالكتير 50 يوم. جوز حمام تبيعهم حوالي ب 120 جنيه لحد 150 جنيه. ما تقولش عند بتوع الفراخ جوز الحمام ب 200 جنيه، لا، هو ممكن يكون جوز الحمام بيبيعه هو ب 200 جنيه بيكسب فيه يعني، ونظافه وما ادراك، فبيكسب فيه فبيبيعه ب 200 جنيه. اما لو خدوا منك ايه هيضحك عليك وهياخدوا منك ب 120. ويسالوني انا عن بتوع الفراخ، هياخدوا منك ب 120 130 150 جنيه لما يبقى مزنوق فيه. يبقى انت ما كسبتش حاجه، اللي انت ايه جبته من اليمين راح بالشمال. طيب ايه الحل في الحمام البلدي ده؟ الحل في الحمام البلدي ده اللي انت تطيره ياكل من خيرات الايه ربنا كده ويطير وياكل من الارض وما توكلوش. ده هيجيب لك جوز الزغاليل ببلاش، بس انا ما رشحش الموضوع ده يعني. انا ايه الموضوع ده بحس ان هو ايه يعني مش عاطفي بصراحه، فيه حرمانيه شويه ان انت تطير حمام يروح يبوظ زرع الناس او ايه يبوظ حاجه الناس. فانا بصراحه مش مقتنع بالموضوع ده. وفي ناس انا اعرف ناس بتربي حمام بلدي وتسيبه يطير كده ياكل في الجو ويجي ويطلع عليها الزغلولين ببلاش فما كلفوش جنيه، فهو كده كسبان. بس الموضوع ده مش مستحب ومش عند كل الناس. في ناس مثلا الجماعه اللي في المدينه هيطير الحمام ياكل فين؟ مش هيعرف ياكل، وممكن يتوه وممكن ايه يموت، وممكن ياكل غله تكون مرشوشه ولا حاجه يموت. يبقى اول جزء معانا او اول نوع من الحمام البلدي الحمام البلدي. يبقى حضرتك لو بتربي الحمام البلدي ده هتخسر مش هتكسب. عايز تربيه للبيت عندك تاكل منه، عايز تربيه منظر كده شكل ماشي، عايز تربيه تتعلم فيه برضه مفيش مشكله. بس انا بتكلم الفيديو النهارده عن الناس اللي عايزه تكسب من الحمام. واحده ست عايزه تعمله في البيت تكسب من وراه، واحد شغال في وظيفه معينه وعايز ايه ربنا يرضيه من حوار الحمام ده. ماشي، يبقى ده اول حاجه معايا الحمام الفلاحي، وده تشطب عليه وما تربيهوش. ايه اللي بعديه؟ خش. بعد كده معايا هو الحمام الزاجل. الحمام الزاجل او بينقال عليه بلغتنا الشعبيه ايه الحمام الجمعيه. الحمام الزاجل اهو، هتلاقي حمامه كده يعني في اغلب الاوقات لونها كده، لونها ازرق وفيها خطين كده، وفي منها الوان تانية بس ده اللون الشائع عندنا اللي هو الحمام الزاجل او الحمام الجمعيه. الحمام الزاجل ميزته عن الحمام البلدي ان هو حجمه اكبر شويه، زغلوله كبير شويه، بيتباع الزغاليل بتاعته من 200 ل 250 جنيه. يبقى ها في هامش ربح عندك كده. برضو الحمام ده مكسبه مش كبير بس فيه مكسب غير البلدي. البلدي ما بيكسبش خالص، ده ممكن يطلع لك جوز الزغاليل بعد 45 يوم تبيعهم ب 250 جنيه لو الزغاليل حلوه، يعني ما بيقلش عن 200، بالعكس ساعات بيزيد كمان يعني، وليكن متوسط 250 جنيه. ده الحمام الزاجل بيبقى حجمه كويس وماسك نفسه ليه اسمه وبينباع في الاسواق والناس مقبله عليه بتاخدوه، يعني الناس اللي هم الغواه بياخدوه كحضان، وفي ناس بتربي منه. بس انا بكلمك على المستويات العاديه الشعبيه العاديه، لان الزاجل ده في منه انواع غاليه خالص وبارقام فلكيه واللي بيعملوا بيها المسابقات والحاجات ديت، واحنا ايه عالم غلابه على قدنا مش بتوع الحركات دي. انت عايز تربي حمامتين تكسب منهم ايه جنيهين يزقوا معاك في مصروف البيت.
بيبقى الحمام الزاجل وليكن هيكلفك الجوز وليكن 120 130 جنيه، هتبيعه انت ب 250 جنيه، في حوالي برضو يعني هامش ربح كويس مش وحش، 100 جنيه ولا حاجه على الاقل خالص، او 120 جنيه. يبقى انت بدات تكسب. يبقى هتربي الحمام الزاجل ده، انا بنصح بيه مثلا امهات البيوت او الشباب اللي هو على قدهم، او اللي ظروفه يعني على قده، ظروفه على قده، هيجيب له جوزين ثلاثه من الحمام الزاجل، وتحاول تجيب حمام شبابات. يا جماعه ما انصحش ان انت تجيب حمام كبير من واحد شغال يعني عنده عدم وشغل وظبطه وخد خيره واداهولك، انت كده ايه بتخسر. هتروح تجيب جوز حمام يكونوا شباب على وش شغل، او تجيب جوز حمام زغاليل وتربيهم عندك، تستحمل الفتره اللي الخمس شهور بالكتير على ما يشتغل، وتستحمل شغله وهو ربنا يرضيك فيه يبقى اول شغله عندك. هتجيب الحمام الزاجل وعرفنا تفاصيله اهو. طيب لو انا بقى يعني الظروف حلوه معايا ومعايا قرشين وعايز اشد شويه، خد اللي بعديه، الحمام اللي بعديه. معلش الفيديو هيكون طويل شويه، ولكن والله انا عايز اطلع من الفيديو ده حضرتك مستفيد. يعني انا بتعامل مع النصايح اللي انا بقولها على الحمام بواقع خبرتي في تربيه الحمام، وعايز اقول لكم يعني من باب حديث النبي اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منهم علم ينتفع به، فعسى ان يكون ده علم يعني ممكن الناس تستفاد منه، فيعني ان شاء الله تكون صدقه جاريه بعد الانسان ما يموت. فخش على اللي بعد كده، هو الحمام اللاحم الفرنساوي. انت سمحت الاسم ده كتير قوي، خصوصا الجماعه الجداد في تربيه الحمام، وناس سالتني كتير وايه اللحم الفرنساوي. واللحم الفرنساوي ده لوحده عايز له حلقه لوحده، ولكن بصفه مختصره، اللحم الفرنساوي دي حمامه اصلا يا جماعه كانت مستورده وحمامه مهجنه لحد ما طلعوا حمامه. يعني ايه لاحم؟ لاحم فرنساوي يعني بتلحم العش في العش. اللاحم الفرنساوي حمامه بتلحم العش في العش. يعني ايه؟ يعني بيبقى لسه الزغاليل تحتها حلوين كده وتبص تلاقيها باطل، فهي كده وفرت معاك في الوقت، ادي حاجه. تاني حاجه حجم الزغاليل حلو، يعني بص الام بسم الله ما شاء الله، دي ام اهي، ام لحم فرنساوي اهي، بتلاقي العين بتاعتها حمرا شويه، وشها بيضه، رجلها قرعه، حجمها كبير عن البلدي. مش كل حمامه بيضه تبقى لحم فرنساوي، في انواع منه نقيه وفي انواع مهجنه وفي انواع انا ماليش دعوه، انا ليا في الحمامه اللي اخدها. يعني انت لو هتشتري من واحد لحم فرنساوي اعرف منه ان الحمامه تبيض على الزغاليل من الاخر، يعني تبقى الزغاليل لسه حيه لسه بتزغطهم كمان وتلاقيها باطت، فهي بتلحم العش في العش، فبتجيب لك عدد حلو في السنه، بتوصل لممكن 10 تجواز في السنه، او من 9 ل 10 تجواز في السنه. فالحمامه اللحم الفرنساوي بسم الله ما شاء الله انا عندي كويسه قوي. طب ايه بقى؟ يبقى اول ميزه وفرت معاك في الوقت، وفرت معاك في الوقت، مش هتطلع الفتره ال 45 و 50 يوم، لا هتقلل شويه، ادي حاجه. تاني حاجه لها سعرها حلو، يعني جوز الزغاليل في اللحم الفرنساوي بيوصلوا ل 350 جنيه، من 300 ل 350 جنيه. طيب يبقى انت وهي بتاكل زي البلدي بالظبط، خلي بالك، او ازيد حاجه بسيطه يعني. يبقى انت حضرتك كلفت جوز الحمام ده كل منك ب 120 جنيه، ب 130 جنيه بادويته بليلته، جاب لك جوز حمام بتبيعهم ب 350 جنيه. في مكسب كويس. مش عايز اقول لك مثلا ان هم ال 160 او ال 170 دول ربح صافي، طير منهم اي قرش لو حمامه تعبت كده بتاع مش عارف ادويه، فانت برضو هتلاقي اللحم الفرنساوي حلو وهيكسب معاك وكويس قوي قوي قوي. ولكن اللحم الفرنساوي عايز خبره، ولان الذكر بتاعها بيبقى غشيم شويه وبيكسر البيض، وهي النتايه بتبقى غلبانه، النتايه دي غلبانه، بس انا جبت لك الذكر مش هعرف امسكه كده، حمامه غبيه قوي. فاللحم الفرنساوي برضو عايز تكون حضرتك تتابع على النت او تتابع على فيديوهات اللحم الفرنساوي، تعرف بيتربى ازاي وعايز مكان عامل ازاي، ولازم الخبره، يعني قبل كل حاجه لازم الخبره. فاللحم الفرنساوي حمامه حلوه وتربيتها حلوه وحمامه منتجه وبسم الله ما شاء الله مش هتزعلك. وبرضه بنصح ما تجيبش حمام شغال. شوف خلينا عمال اعيد لك في المعلومه دي، الحمام الشغال مشاكله كتيره قوي، واحنا في زمن دلوقتي الناس كلها يعني قليل اللي عنده ضمير، فهتلاقيه ضحك عليك واداك حمام فيه مشاكل، تيجي انت تربي تقول بلا لاحم بلا زفت وعقدك. هات حمام شباب يستحمل اول شهرين او اول 3 شهور عندك، وبعد كده ربيه ان شاء الله كويس. او حمام شغال من حد مضمون 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 وتاخده منه على ضمان، يعني تقول له بص اما جبتش الحمامه ما طلعتش جوز الزغاليل وحليونه بتاعها ارجعهم لك، ومضيه على عقد كمان، يعني مضيه على عقد ان انت الحمام يبقى شغال.
يبقى ثالث نوع معانا وهو الحمام اللاحم الفرنساوي، وانا بنصح اي حد عايز يدخل ربح لعياله يكون عنده اللحم الفرنساوي. طيب ايه النوع اللي بعد كده؟ كأنا شخصيا. في انواع تانية بقى بالعبيط، عشان ما تقوليش انت عملت حكر الحمام على نوع معين. انا بكلمك عني انا طاهر بتاع الحمام، انا شغال كده. تروح بقى النوع الرابع بعد كده تربي بقى غزارات، تربي حمام مراسله، انت حر. ده الموضوع ده ايه مفتوح، بس انا بكلمك عن تجربه شخصيه عشان الناس اللي بتقعد تكتب لي في التعليقات، بس العالم الرزله دول اللي بيقعدوا يكتبوا لي في التعليقات انت طب ما انت كنت ربيت كذا، طب ما انت كنت، انت مالك انت؟ انا بربي اللي على دماغي، انا اللي داخل دماغي بربيه. معلش هي كده يعني ايه، انا بربي اللي داخل دماغي. انت ربي اللي يعجبك يا عم، اللي يعجبك ربيه. انا جاي لك في ايه الطريق اللي بعد كده، ايه بقى وانا متقن فيه والحمد لله بكسب منه ورزقه كويس معايا ومراضيني و10 على 10. ايه هو الحمام الكينج. الحمام الكينج اهو. تعالى يا عم الحاج. الحمام ده الكينج بدايه من المستويات الغاليه اللي انت بتكسب منه فلوس اكتر. يعني في واحد ممكن يربي حمام مراسله مثلا يكسب منه اكتر، في واحد تاني ممكن يربي حمام غزار، في واحد ممكن يربي حمام نمس، في واحد ممكن يربي حمام بخاره. كل ديت حمام باسعار غاليه شويه وبتكسب منها زغاليلها بتوصل لمبلغ جامد يعني. بس انا متقن الحمامه دي، احبها، هي يعني عشق عندي، هي الحمامه الكينج دي، وبعرف اكسب منها وبعرف افرخها. الناس اللي بتقول لك الحمام الكينج يعني شغله ضعيف، حضرتك اللي ضعيف. لو بياكل والله العظيم والله الحمام الكينج ده عندي بيلحم العش في العش، ولو عايز نصور لك اصور. الحمامه لو كلت اكل كويس ومكان كويس وخدت شويه ادويه وصحتها حلوه هتظبط معاك من الاخر يعني، كاي نوع. اما انت حضرتك ما تجيبليش فرد حمامه اهو قد الفرخه ولا قد البطه وتاكله لي شويه رز ولا تاكله لي شويه غله، لا ده لازم ياكل شويه. ده لي وضع يعني، انا بهتم بيه صحيح وبيصرف عليا، ولكن بسم الله ما شاء الله كويس. الحمام الكينج ده بيطلع الزغلول بتاعته المستويات بتوصل لحد 600 جنيه. الزغاليل بتوصل ل 600 جنيه وساعات بتعدي، واللي بيطلع معايا فرزه او يعني مستويات مش قد كده ببيعه ب 400 جنيه. يعني اقل جوز زغاليل من الحمام الكينج ببيعه ب 400 جنيه. ماشي، يبقى حمامه زي دي كلفتك 150 جنيه، الجوز بتاعها كلفك 150 جنيه، جاب لك جوز زغاليل ب 400 جنيه في الاقل، فانت كسبت 250 جنيه في الجوز. حلو قوي في الزمن ده لما تكسب في جوز 250. الحمام لا بيحتاج منك مجهود، نظافته سهله، ولا بيحتاج منك ايه يعني ان انت تبقى فاضيله، عادي تبقى شغال وكلنا شغالين كل واحد في شغله. هو بياكل الصبح ولا قبل ما تروح الشغل، وبياكل اخر النهار لما تيجي. فكونك تاخد من جوز زغاليل لو عندك 10 تجواز جابوا لك في الشهر 2000 ونص، حلو قوي، رضا من عند ربنا، وانت ما عملتش حاجه ومستفيد وحلو. يبقى انا بنصح بعد كده المستوى الرابع هو الحمام الكينج. الحمام الكينج بسم الله ما شاء الله برضو لازم تهتم بيه، ولازم تهتم بادويته، ولازم تكون فاهم في امراض الحمام وايه الامراض الموسميه اللي بتجيله، سواء بتجيله دمعه عين، سواء بتجيله شويه برد فيروسي، سواء بيجيله ممكن يجيله جدري، ممكن يجيله الامراض المشاعه في تربيه الحمام. فانا خلاصه الفيديو ده يا جماعه ان انا ببدا لك السلم درجه درجه. شوف حضرتك انت ايه المستوى اللي يظبط معاك وربي فيه، وفوق كل ده وده هي الخبره، لازم الخبره. ممكن انت تربي حمام وما عندكش خبره فالحمام يموت منك وما تعرفش انت شغال ازاي. من الحاجات الاساسيه في تربيه الحمام هي تسويق الحمام. يعني ايه تسويق الحمام؟ يعني البيع. انا مربي مثلا 10 تجواز حمام، بيجيبوا لي في الشهر مثلا 5 6 جواز زغاليل، فابيعهم فين؟ ابيعهم لخالتك مرتاحه اللي في السوق، هتضحك عليا وهتاخد الجوز ببلاش، بتاخد الجوز ب 100 جنيه وتروح تبيعه هي ب 300 400 جنيه. طيب ابيع الحمام ازاي؟ السؤال ده هختم بيه، والسؤال ده مهم قوي. بص، لو حضرتك ليك صحابك وناس كويسه وما بتحسدش، يعني ما يكونش لهم في الحسد، يعني تكون كاشف عليهم قبل كده ان هم ما بيحسدوش، بيع لهم الحمام، يبقى انت ايه بتستفاد منهم، وبدل هم ما بياخدوا من التاجر او بتاع الفراخ بسعر غالي ايه خفض لهم انت 20 30 جنيه وبيع لهم الحمام. بس تتاكد ان هم ايه يعني الدنيا هنا عندهم امان. يعني لو هم من الجماعه اياهم هيرشعوا عينه في الحمام، الحمام هيموت ويبقى ريحوك وانت ارتحت من حوار الحمام ده. طيب تاني حاجه، قرايبي زي الطين واصحابي خلاص خليك في الخباثه وتطلع الاسواق المعتمده في بيع الحمام. في كل بلد هتلاقي سوق، يعني مثلا عندنا في اسكندريه في سوق الجمعه، في القاهره في سوق برضو الجمعه السيده عائشه، في طنطا في سوق، في كفر الدوار في سوق، في دمنهور في سوق، يعني
في كل بلد او كل مركز او كل محافظه هتلاقي في سوق معين للحمام، مش السوق اللي هو العادي بتاع بتاع البط والوز ده، لا سوق للحمام، لان هتلاقي ناس فاهمه فيه وبتعرف تشتري وناس كويسه، وهتنزل انت بالحمام بتاعك وتبيعه. طيب ما بتنزلش الاسواق او السوق بعيد عنك. تالت حاجه هو بتبيع للتجار او بتوع الفراخ اللي بيشتغلوا في الحمام. روح له واتك عليه في السعر شويه وحاول ان انت تكسب على قد ما تقدر. يعني انت اساله الاول، اقول لك انا اساله الاول انت بتبيع الحمام بكام؟ اقول له عندك حمام يا معلم؟ بتبيع الحمام بكام؟ اقول لك جوز ب 200 جنيه. يقول له طب انا عندي حمام يا عم زي ده، تاخده بكام؟ انت كده زنقته بقى، هياخده منك ب 160 ب 170 حسب نوع الحمام اللي انت بتبيعه، وما تخليهوش يتك عليك. ده كان فيديو، معلش هو كان فيديو طويل شويه، ولكن ناس كتير كلمتني على ازاي اكسب من الحمام او انا بربي وبخسر، فهو ده ان شاء الله باذن الله الفيديو ده يعني مجمل يجيب معاك كل حوارات الحمام وكل تربيه الحمام ان شاء الله. طيب لو انت حضرتك عايز عندك عندك معلومه عايز تضيفها اكتبها لي في التعليقات. لو انت حضرتك عايز تعرف حاجه بدل ان انا كلمت الموضوع بعجاله، لان انا اتكلمت عن انواع 4 حمام بطريقه سريعه، ده كل حمام فيهم عايز حلقه لوحده. برضو اكتب لي وكلمني انا معاك. حاول تضغط لايك عشان تحسسني ان انت حي ما انتش ميت، وحاول تشترك في القناه لو انت ما انتش مشترك. وابسط حاجه لو انت يعني مقفول مني خالص ادعي لي دعوه لله، قول لي روح يا شيخ الله يعمر بيتك، ادي استفدنا منك معلومه ولا حاجه. لو عجبكم الفيديو اخوكم طاهر غاوي حمام، السلام عليكم ورحمه الله.